زين يا شباب، يعطيكم العافيه. بخصوص تحكيم امس او قرار التحكيم المثير للجدل في ديربي مدريد، انا ما اتابع، ما اتكلم، اسف على التحكيم. اللي عرف مساعد وتشرف ان الناس تعرفني، وتشرف الناس اللي تتابعني من زمان يدري انا ما اتكلم عن التحكيم. مع ضد مدريد ما تطرق، لي شغل، الاخطاء تصير، الاخطاء وارده، لكن نقطتين خلوني اتكلم على التحكيم امس. رقم واحد، ما احب الحكم يشوف شيء واضح وما يحسبه سواء مع او ضد مدريد، والله العظيم والله العظيم اني قاعد اقول الصدق. اثنين، هو اللي خلاني اتكلم، اثنين هو الاهم، تزامنا مع القضايا الكبيره التحكيميه اللي قاعد تصير في اسبانيا، في الدوري الاسباني، انه مدريد يحط لقطات على التحكيم، وبعدين الانديه قام الاتحاد نزل بيان، واللجنه ما ادري شنو نزلت بيان، فالحكم حسيته وكانه بغل حسب. هذا اللي نرفزني، بس غير كذي تصير هذه اللقطه صايره وايد حق مدريد، حق مدريد صايره مو بلنتي، وتنحسر حق مدريد، وتصير حق برشلونه، وتصير حق اتلتيكو، وتصير حق كل الانديه. فهذا اللي خلاني اتحكم. الراي الشخصي، ضربة جزاء سخيفة، أنا آسف، غير صحيحة، بس لا أكثر ولا أقل، لأني تكلمت خلني أقول رأيي على الأقل. العادة حتى إني ما أقول رأيي. هذا وكل ما يخص التحكيم، وش اللي خلاني أتكلم على التحكيم. غير كذي والله لا يوجد أي سبب يخليني أتكلم عن التحكيم، لأن أدري أن كرة القدم الأخطاء تصير ضد أو مع فريقك، واللي يقول إن ضربة جزاء واضحة رأسك، رأيك يحترم وبوسة على رأسك. خلاص، هذه هي نقطة التحكيم بالنسبة لي. زين، الحين المهم يا جماعه نتكلم عن المباراه. امس ريال مدريد قدم مباراه رائعه جدا في كل خطوط الفريق، وخاصه في الشوط الثاني. اليوم لما تتكلم على حراسه المرمى، كورتوا ما صارت عليه ولا كره الا كره ضربه جزاء، بس روحك خط الدفاعي ولا اروع خصوصا تحيه ويعني هاتوف حق راؤول اسينسيو. خمس مواجهات فرديه، 5 افتكاكات صحيحه. تشواميني ادى مباراه كبيره بغض النظر عن ضربه الجزاء الغير صحيحه. باسكس قدم اداء جيد، وفران غارسيا قدم اداء جيد والمطلوب منه ممتاز. خط الوسط سيبايوس طرب بشكل مو طبيعي. مع مستوى المقدمه رودريجو مباراه يعني ما هي غريبه عليه، منقذ في المباريات الكبيره. مبابي قدم مباراه ممتازه، فينيسيوس قدم مباراه ممتازه، بلينغهام قدم مباراه ممتازه. لا تنسون يا المدريديه ان اليوم ريال مدريد او امس ريال مدريد واجه، ركز على اقوى دفاع، مو في الليغا، مو في الدوري الاسباني، اقوى دفاع في اوروبا، في اوروبا كلها. فانا اشوف انها مباراه جيده. الحظ كان ضد ريال مدريد، كان يستحق الفوز، والان يلا معركة الأبطال، الله يستر. هذا وراي على المباراة، الصدارة الحين بيدك، والأمور طيبة وموجودة، يعني لحد الآن الأمور في يد ريال مدريد. هذا كل اللي كان على مباراة أمس، على أن نلتقيكم إن شاء الله في المباريات القادمة. شربنا نسبريسو، وفي أمان الله.